أهم نقطة للنجاح في الحياة بوجه عام، أول شيء أعرف إيه هي الحاجة اللي أنا عايز أنجح فيها، إيه الحاجة اللي لازم أحط هدفي ليل نهار بصحى بنام حاططها في دماغي. تاني نقطة إزاي أوصل لها. ما هو أنا لو وصلت لها بجهل، بدون علم، بدون معرفة للتفاصيل بتاعة الطريق اللي هنجح فيه. هنقول مثلا كمثال عشان نبسط الموضوع، واحد عايز ينجح في مشروعه عايز ينجح فيه كمية المبيعات، وبتكلم عن كمية المبيعات كرقم مش كإجمالي المبيعات. هو مش عايز 20,000 جنيه، لأ أنا عايز كمية كبيرة جدا تطلع عندي من المحل ومشروع ينجح. في خطوتين يعرف في الحالة ديت أول حاجة ازاي يستهدف العملاء وازاي يجيبهم. تاني نقطة يبدأ يفكر في وسيلة تسويق جديدة، طبعا ناهيك عن ان التسويق الحديث هو افضل النقاط لذلك، ولكن يقدر يستخدم التسويق على المعارف والاقارب، يعرف الناس بشغله وما يكسفش، ويبقى عنده ثقة وإيمان قوي بنفسه وبشغله. تالت نقطة يبدأ يقيس النتائج بتاعت نجاحه لما ينجح. ما هو انت هتحط هدف، ولما هتنجح قيس النتائج بتاعتك عشان تكمل في الاستمرار للوصول لهذا الهدف. دي نقطة. تاني نقطة ودي بقى اللي مهمة جدا جدا جدا، انت عايز تنجح ليه في الحاجة دي؟ ما هو نجاحك ده له معايير كثيرة. في واحد مثلا عايز ينجح عشان لو هينجح مشروع انا عايز اكسب اكتر، عايز مشروع يكبر، عايز مثلا ظروف المعيشية تتحسن، هدف نبيل وهدف كويس في حياته الاجتماعية. واحد تاني عايز ينجح من اجل ان هو يبقى مبسوط. واحد عايز ينجح عشان يبقى من جواه مبسوط بنجاحه ويحس بالفخر وبالانتصار لما اجتهد وصل لنقطة كويسة، فهنا كده استفاد. الحاجات ديت كلها لازم تتحط في محط التخطيط، وان انت ازاي تدبر نجاحك وتعرف هتنجح في ايه وازاي، وامكانياتك هتقدر توصل لهذا النجاح ولا لا. اتمنى تحطوا القواعد ديت. دي قواعد انا مشيت عليها وغيري مشي عليها وناس كتير نجحت بيها. بس اهم نقطة في الفيديو دوت الالتزام والاستمرارية في اي هدف بتحطه في حياتك. واتمنى تشاهدوا القناة كبسولة بيزنس على اليوتيوب. السلام عليكم.